أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. الفيفا بيورط بيراميدز مع الأهلي في واقعة حسين الشحات. زاد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من حدة الأمر المثار حاليا بشأن واقعة استدعاء حسين الشحات لاعب النادي الأهلي للنيابة في البلاغ المقدم من اللاعب محمد الشيمي لاعب بيراميدز، واللي اتهم نجم القلعة الحمراء بأنه سبه واعتدى عليه، ليجرى التحقيق في البلاغ المقدم من اللاعب المغربي قبل أن يخلى سبيل الشحات من سرايا النيابة خلال الأيام الماضية ليدخل بيراميدز في ورطة مع اتحاد الكرة. وتنص المادة 58 الفقرة الثانية من النظام الأساسي للفيفا يحظر اللجوء إلى المحاكم العادية ما لم ينص على ذلك على وجه التحديد في لوائح الفيفا، ويحظر أيضا اللجوء إلى المحاكم العادية فيما يتعلق بجميع أنواع التدابير المؤقتة. ووفقا لهذه المادة الخاصة بنظام الفيفا الأساسي، فإن نادي بيراميدز أصبح حاليا في ورطة بسبب أزمة حسين الشحات نظرا للجوءه للنيابة العامة في هذا الشأن الرياضي الخاص بأزمة الشيبي والشحات، وقد يواجه الفريق السماوي عقوبات بسبب هذا الأمر. وورط محمد الشيبي بيراميدز أيضا مع اتحاد الكرة بسبب أزمة حسين الشحات، حيث أن المادة 38 من لائحة الانضباط والأخلاق الخاصة باتحاد الكرة المصري تنص على أنه لا يجوز للأندية والمسؤولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم.